هقول له انت وحشتني، وهقول له انت سبت فراغ كبير جدا، بس انت عايش معايا، عايش في جسمي، في مخي، في قلبي، في خلاياي كلها يعني. بدليل ان انا عمري ما قلعت الدبلة بتاعتك اهي، انا لسه لابساها لان انا مراتك، ومش ممكن ابقى مرات حد تاني. ف يعني الى ان نلتقي عندما يشاء الله. شكرا. فانت حبيب عمري. ولو اكتر حديث كان بيبقى فيه انس بينه وبين حضرتك ساعة عصاري كده ما كنتوا بتقعدوا تتكلموا، هل كنتوا بتحبوا تتكلموا عن حاجة معينة يعني؟ بتتناولوا كلام عن قضايا معينة؟ كنا بنتكلم عن كل حاجة وطنية، بس عنده ساعات حاجات كان بيضيق بشوية التمسك بتاعي يبقى يعني مرة مثلا لما أضحكك، مرة كان السادات في باريس، العفو لا كان في إسرائيل، واحنا بنشتغل في باريس احنا الاثنين، هو في وكالة الأنباء الفرنسية وأنا في إذاعة مونte كارلو. فقعدت أقرأ على أنا من وجهة نظري التنازلات اللي عملها الرئيس السادات. فكنت قاعدة بقول لعلي، بقول له طب وازاي يعمل كذا وازاي يعمل كذا وبتاع، فراح نطط من السرير وقال يا لهوي، في حد السادات في سريره الساعة 2 الصبح غيري؟ هو أنا اللي وديته القدس؟ فأنا رديت عليه قلت له إيه؟ قلت له طب أنا الحمد لله إني اتجوزت حد مصري، يعني أنا ما اتجوزتش خواجة يعني. يعني معقولة كانت كل يعني كشطكوا كانت وطنية كده؟ حاجات مرت من حياتي، ولذلك أنا يعني عشان كده أول ما الرئيس السيسي قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، كتبت مقال في الوطن وقتها، قلت نعم السيسي رئيسي، لأن ما كنتش عايزة، يعني ما أقدرش أكون مع رأي بيقول إن 99% من أوراق الحل في إيد أمريكا. لا، أفضل اللي يقول لي إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى. لو بكرة لا قدر الله ربنا يديكي طولة العمر، آخر يوم ليكي في الحياة، ممكن تحكي لنا النهارده يومك هتعملي فيه إيه؟ يعني أنا بتهيألي هعيش زي بقية الأيام، لأن أنا يوميا بالليل بتشاهد وأقول يمكن النهار ما يطلعش عليا. أنا على فكرة لا أخاف الموت، لأن عارفة إن كلنا لها، يعني عودي إلى ربك راضية مرضية. ها؟ يعني ما عنديش مشكلة، لأن بعتبر أنا إن الإيمان الحقيقي هو إنك تبقى عارف إن الله عز وجل وحده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني مش إن أنا أجي قدامك كده أقول يا الله أكبر بتاع وأنا حاجة تانية، لأ. أنا بلاقي إن العلاقة بيني وبين ربنا هي اللي لازم تبقى واضحة وسليمة. وأنا يوميا آخر حاجة أعملها قبل ما أغمض عينيا أتشاهد وأقول يمكن ما أقومش الصبح، وده وارد. فأنا مستعدة في أي وقت للرحيل، يعني من غير، وزي ما قلت لك قبل كده، زي ما قلت لهم دوروا ورايا بملقط مش هتلاقوا لي هفوه ولا مهنيه. الحمد لله. انت عارف في كلمه قالها لي ابني نبيل بالدنيا كلها عندي لما والده توفى، فكل الاقلام الكبيره كتبت عنه بشكل رائع، يعني وانه كان كل الميزات اللي فيه، يعني وهو على فكره كان كاتب كمان، يعني مش ف نبيل بكى وهو بيبص كده للكلام اللي كنا لسه، كان بقاله حوالي اسبوعين متوفي، وبص كده وقال لي ده كان ده اعظم